في موضوع الموعظة كذلك يقول الشاعر علال والداف: يا الإنسان انت بعد غريب وطان وساكن دار غرور، تطلب تسريح باش تغيب والدور لعمرك بصبور. ويا الإنسان مالك تجار في العجنة والطوب والحجار والجير والسيمو والمسمار ومزقنا نصور من الياجور، والدرز اللي يجع اعتبار فاش عيون العباد تحور، والرخام ينيمش وزهار وتساريح الخيط المنشور. وهذا باش يتم الجدار يلي متمتع بالقصور، كل وقيت تنادي لك دار في القبور عليها مقهور، مقبوض قياسك والمجهار بين يديك وضربك مجرور، والموت تطوفك كل نهار على الشفير شبر مجهور، وانت تتعبد بالمزمار وتجهز نفسك للفجور، وتسمن جسدك للنار والديدان وظلمة القبور تلعب بيك افخار العقار والكنز الخافي والمشهور، والقراط على كل اشوار والببور يفات البحور، والوتة تخدم والطيار إلى ما حصلته محقور. هذا ما هو نافع في نهار حيلك على الأحباب حصور، يمتحنك نكير ومنكار شن هو حالك يا مغرور. ويا الإنسان أثرك ما تعلم بالبيت اللي قدامك مظلمي بلاك ما هي فيه، لغنم تسول عنهم طور بطور، تسول عن كم من درهم من فوق فاحات الفخور، فاش انفقت اللي كنت تلم وعمالك شن هي مغرور. شن هو صومك وصلاتك كم ضيعت من أديان البرور، وزكاتك شن هي وعلى كم يا قفيل تقسم العشور، فوت في عمرك كم وكم تمشي للدبداب المنقور. مستطرب بيه ذاك اليم دليل على نوم البكور، ماسي عنك مو لهم كل نهار تشيد القصور، وتزيد العمال وتخدم وتعمر في البر والبحور، مانك عالم عن ذا عدم يوم ارتحالك للقبور. يقود ذاك ويقسم هذا ينباع وذا منحور، ما تجبر منه ملية فم واللي دونه ما هو مجبور. ويا الإنسان اللي فات عطاك مو للملك الحي الفكاك، حمدول وراه حمدك ذاك للمولى ما هو حارث غور. لا تغفل عن دينك وياك رزقك فيد الحي القفور، مولانا عند منين انشاك قسم رزقك دور ورا دور، وضمن لك بانه ما ينساك لعدت في ضيقات القبور، وكل بيك ملوك وكفاك خير واجعل لك بصرك نور، ونعت لك المجاب دون هاك عن مجبد مكروه ومنكور، وانت تتمنى ذاك وذاك الدور المالي تم حصور الين يعود الشهود وراك، عليك انه كان كركور حفول تواسيه التراك، ساعة موتك قارب مكسور يا الانسان انت بعد غريب. فهذا طلع الرائعات يتناول علال واللداف الموعظة بشكل عام تقريبا، وقبض الموضوع بطريقة نقدية ينقد فيها عزة الدنيا وترك الآخرة، وبدل المسائل كاملة اللي تقد تشرم عين رقاج ولا تخسر تخمامه ينهي عنها، وينعت لتلوح فيه من خسارة الأخبار وخصوصا من ينقال: وهذا ما هو نافع في نهار حيلك على الأحباب حصور، يمتحنك نكير ومنكار شن هو حالك يا مغرور. وواضح هون التشابه بين هذا التفلواتن وأبيات أبي العتاهية: كفى عبرة أني وأنك يا أخي نصرف تصريفا لطيفا ونبتلى، وما الناس إلا ميت وابن ميت، تأجل حي منهم أو تعجلا. جيت الناصر دار الديات ولا